لمشاركتهم في إحياء الذكرى السنوية لشهدائنا الأبطال شهداء قادة النصر، وذكرى استشهاد الأخ المجاهد الأخ خالد الغضيب. هذا حقيقة الوفاء من أبناء المحافظة وأجهزتها الأمنية بكل صنوفها لقادة النصر، دليل على أن المحافظة تتميز عن بقية المحافظات بكون الجميع يساهم في إحياء هذه الذكرى. ما نشاهده من ضيوف كرام وأهل بيت يمثلون كل طيف المحافظة وكل قوميات ومناطق المحافظة، دليل على وعي هذه المحافظة بقيمة هذه الدماء التي نزفت من أجل العراق العزيز، التي ضحت من أن يبقى العراق عزيزا قويا، أن يبقى العراق متميزا. أخوتي الأعزاء، أجيال عاشت مرحلة صعبة جدا، كان لقادة النصر الدور الكبير في طرد دواعش من الأماكن التي تم السيطرة عليها. المحافظة الوحيدة التي حررت بسواعد الرجال دون مشاركة التحالف الدولي، وكانت لفتوى المرجع الكبير الدور الكبير في أن تكون ديالى بوابة النصر لبقية المناطق. اليوم بعد أن تحررت المحافظة أخوتي الأعزاء، واجب الجميع أن يكون في الصف الأول لمساندة الأجهزة الأمنية، وأن يكون في الصف الأول لمساندة الأخوة في الحشد الأبطال، وأن نبعد المحافظة عن كل التوترات وعن كل الإرهاصات السياسية، وأن تعيش ديالى آمنة بعقول كبيرة، ونعمل جميعا على مكافحة التطرف، ونعمل جميعا على مكافحة الإرهاب، وأن تكون صفوفنا موحدة من أجل أن تكون ديالى متميزة دائما. الشهداء الذين سقطوا في المحافظة ليس بقليل، والجرحى ليس بقليل. واجبنا جميعا أن نديم هذه التضحيات وأن نعمل سوية من أن تكون ديالى عزيزة كريمة قوية. أخوتي الأعزاء، ديالى بحاجة إلى الجميع، ولا يمكن لأي جهة أن تتفرد بأي قرار، وديالى بحاجة إلى كلام الجميع. واليوم نحن نعيش فترة حقيقة تولي رئاسة حكومة جديدة لها أهداف وبرنامج واضح. على الجميع أن يدعم هذه الحكومة، لأنها حقيقة الفرصة الأخيرة حكومة حظيت بقبول الشعب، وكانت حقيقة نابعة من معاناة تتمثل في كابينة إن شاء الله قادرة على تحمل المسؤولية. ديالى إن شاء الله ستكون متميزة بالأمن والإعمار، وستكون متميزة في درء المخاطر والفتن. علينا جميعا أن